الزمالك وزد. الزمالك النهارده هيلعب من غير اهم سلاح قوي بيلعب بيه الفترة اللي فاتت دي كلها، وهو جمهوره. الزمالك يلعب من غير جمهوره النهارده، ماتش صعب، ماتش مش سهل. فرقة زد فرقة رخمة، يعني بلغة الكورة كده فرقة رخمة، فرقة رزلة، فرقة بتلعب كورة. النهارده هنشوف باسيرو هل هيستمر على نفس طريقة اللعب اللي لعب بيها قدام الأهلي، ولا هيغير فيها شوية، ولا هيغيرها خالص. ده اللي هنشوفه. توقعاتي ان هو هيستمر على نفس الطريقه بس هيغيرها شويه، بمعنى ان هو قدام الاهلي كان بادئها 3-5-2 صريحه، في الحاله الدفاعيه بتقلب 5-3-2 زي ما قلنا قبل الماتش بتاع الاهلي، ان هو لو عايز يلعب الاهلي صح يعمل كده، وفعلا عمل كده. المره دي احس ان هو هيخليها 3-4-3، هيلاعب جناحين بدل ما يلعب باثنين مهاجمين قدام اللي كان ساعتها زيزو والجزيري، لا هيلاعب مصطفى شلبي وهيلاعب زيزو، ولا اما هيلاعب الجزيري لا اما هيلاعب ناصر منسي، وهيلعب باثنين في نص الملعب، عبد الله السعيد ودونجا او محمود جهاد. ما نشوف هو اصلا، حاسس ان هو اتخلق من دونجا زينا. وهيلاعب طبعا بنتايج هافونج شمال، وعمر جابر هافونج يمين، والثلاثه بتوع قلب الدفاع هيخليهم زي ما هم، صلاح مصدق والونش وحسام عبد المجيد وعواد طبعا في حراسه المرمى. ده توقعاتي ان هو مش هيغير في طريقه اللعب، بس هيخليها هجوميه شويه. هو قدام الاهلي كان مخليها دفاعيه قوي، قدام زد هيخليها هجوميه شويه متوازنه، يعني مش هجوميه قوي ولا دفاعيه قوي. هي 3-4-3 خطه متوازنه، خطه بتديك الاداء الدفاعي كويس جدا، لان هي بتقلب في الحاله الدفاعيه الخمسه بورا، لان الهافين ونجين بيردوا مع الثلاث مدافعين، فبيبقوا خمسه مع الاثنين بنص الملعب.